أهلا بحضراتكم. دايما نتسأل سؤال من مرضى الكلى اللي عندهم فشل كلوي: نغسل ولا نزرع؟ طيب هو ايه الفشل الكلوي؟ الفشل الكلوي يعني الكلية ما بتأديش وظيفتها بالصفة الصحيحة. الكلية ليها وظائف كتير، منها إخراج الفضلات عن طريق البول. طيب في وظائف تانية زي انها ليها دور في الأنيميا. طيب دلوقتي لما يجي لي مريض فشل كلوي ويسألني أغسل ولا أزرع، لازم يكون الرد: انت حضرتك اللايف ستايل بتاعتك ايه؟ هل انت راجل متحرك ولا راجل بتحب تقعد وتستقر في البيت؟ لان القرار ده هيتبني عليه ان كنا هنغسل او هنزرع. الغسيل هي او عملية الغسيل الدموي هي عملية بتتم لمدة 4 ساعات، مرتبطة 3 مرات بيذهب فيها المريض للمستشفى، وبيتحط على مكنة الغسيل عن طريق حاجة اسمها الوصلة الوردية الشريانية او قسطرة بتركب في الرقبة، وبيعيش على الغسيل بصفة مستمرة، زائد أدوية بتتحط على الغسيل وأدوية بيستمر عليها. أما عملية الزرع فهي عملية بتتم مرة واحدة، ويعيش المريض بيها 10-15 سنة على أدوية مناعية، هم 3 أدوية فقط. انتظرونا مع فيديو جديد ومعلومة طبية جديدة مع كلينيدو.